في الفيديو ده هعمل اكل شتوي حلو جدا. معايا حله على النار، حطيت فيها معلقه من السمنه. السمنه سخنت معايا، حطيت ورق لورا وحبهان ومستكه وكبابه صيني وفلفل اسمر حب وعود من القرفه وبصل وطماطم وفصين من الثوم. شوحتهم مع بعض كويس، نزلت باللحمه شوحتهم كويس، نزلت بالميه المغليه، ميه مغليه يا جماعه. غلت شويه. بعد كده اشيل الريم، انا مش هضيف ملح خالص لما اللحمه تستوى. هغطي على اللحمه واسيبها تستوى. ومعايا الخضار، معايا بصل، معايا بطاطس، معايا جزر، معايا كوسه، معايا بسله، معايا شطه هسيبها صحيحه. معايا حله على النار، حطيت فيها زيت سخن معايا، نزلت بالبصل. انا قطعت البصل جوليان، لو انتوا عايزين تقطعوه قطع صغيره زي ما انتوا عايزين. انا عايزه البصل يدبل معايا بس. البصل دبل معايا، نزلت بفصين من الثوم، هشوحهم بالشكل ده. وبعد كده هنزل بالخضار كده. تمام تمام. انا نزلت بالخضار وهقلبهم مع بعض. وبعد كده هنزل بعصير الطماطم. طبعا عصير الطماطم حسب الكمية اللي انت هتعملوها. انا نزلت بعصير الطماطم. البهارات اللي معايا بسيطة جدا، معلقة صغيرة من الكمون، معلقة صغيرة من الفلفل الأسمر، معلقة كبيرة من السبع بهارات، ممكن تستبدلوها ببهارات اللحمة. وضفت معلقة صغيرة من السكر، طبعا السكر بيعادل حموضة الطماطم. وضفت الملح، طبعا الملح حسب ذوقكم. وضفت الشطة صحيحة وهغطي عليها وهسيبها، مش عايزة الخضار يستوى سوا كامل. ومعايا اللحمة برضو ما سويتهاش سوا كامل، ضفت الملح. وبعد كده هاخد اللحمة واضيفها مع الخضار. والأكلة دي اسمها طاجن اللحمة بالخضار أو طاجن الترل بالخضار، بتلاقوه في كل المنيوهات في المطاعم مكتوب طاجن الترل بالخضار، هو اللي احنا بنعمله ده. وهنزل بقطع اللحمة. طبعا انا حطيت الخضار اللي انت عايزين تحطوه حطوه. وهضيف اللحمة بالشكل ده. وهضيف شوية من الشوربة. طبعا اعذروني انا واخدة دور برد مش قادرة اتكلم. وبعد كده هغطي عليهم لمدة دقيقتين 2. وبعد كده هحط الخضار في الطواجن. طبعا انا عندي الطاجن الكبير، بس انا فضلت طالما عندي الطواجن الصغيرة فقلت هحط فيها بدل ما ارجع اغرف تاني. وبنصح اي حد لازم يجيب الطواجن، لان فعلا الاكل في الطاجن بيبقى طعمه مختلف تماما. ولو ما عندكوش طواجن خالص هتحطه في صينية عادي، مفيش فيها اي مشكلة. هحط الخضار بالشكل ده تحت. وبعد كده هحط اللحمة فوق كده. تمام تمام. ومولعة الفرن من تحت بس كده. تمام. هدخل الطواجن الفرن، انا هولع من تحت بس. ولما اشوف الخضار الاقيه استوى، طبعا اللحمة مستوية معايا، هولع الشواية اديهم لون. طبعا الرز اللي مناسب قوي مع الاكله دي الرز بالشعريه. انا هعمل رز بالشعريه، عايزين تعملوا رز ابيض زي ما انتوا عايزين. معايا حله على النار، حطيت فيها زيت. الزيت سخن معايا، نزلت بالشعريه وضفت شويه من الملح. الملح بوحد لون الشعريه. هحمر الشعريه لحد ما اوصل للون ده. بعد كده نزلت بالرز. طبعا انا بحط كميه الشعريه قد كميه الرز، يعني حطيت كوبايتين من الشعريه احط كوبايتين من الرز. واشوح كويس عشان الرز يبقى مفلفل معايا. انا ضفت شوربه، لو انتوا عايزين تضيفوا ميه ضيفوا. انا مش هحط ملح خالص لان الشوربه فيها ملح. وهقلب وهغطي عليه. ولما يغلي خلي النار معايا وسط، ولما ينشف خالص ههدي عليه واسيبه يستوى. هعمل شوربه لسان عصفور. معايا حله على النار، حطيت فيها زيت. الزيت سخن معايا، نزلت بلسان العصفور وحمرته. وبعد كده نزلت بالشوربه، اديها غلوتين 2 بس واطفى عليها. طبعا عملت سلطه خضار وهعمل سلطه فواكه.
انا حطيت برتقان، جوافة، كيوي، موز وتفاح. طبعا اي فاكهة عندكم عايزين تحطوها مفيش فيها اي مشكلة. حطيتها في البولة بالشكل ده. طبعا نزلت بعصير ليمون عشان الفاكهة ما تسودش معايا. طبعا زي ما انتوا عارفين الموز والتفاح من اكتر الحاجات اللي بتسود بسرعة، ولما باجي اقطع الفاكهة ببدأ بالحاجات اللي ما بتسودش الاول. يعني قطعت البرتقال، بعد كده الجوافة، بعد كده الكيوي، وسبت الموز والتفاح اخر حاجة خالص. وانا نزلت بعصير ليمونة عشان الفاكهة ما تسودش معايا. ونزلت بمعلقتين من العسل الابيض. لو ما عندكوش عسل ابيض هتضيفوا معلقتين من السكر كده تمام. بعد كده هحطوها في الكاسات، او لو عايزين تحطوا في بولات مفيش فيها اي مشكله زي ما انتوا عايزين. حطيتها كده في الكاسات. كده تمام. كده حطيتهم في الكاسات. بذمتكم مش شكلهم عسول عسول طبعا. وده الطواجن خرجت من الفرن لما اتأكدت ان الخضار استوى واللحمة استوت. ولعت الشواية اديت لهم لون بالشكل ده. هنغرف الرز. شايفين الرز معايا مفلفل. طبعا ده من الاكلات الشتوية، وان شاء الله في الفيديوهات اللي جاية هنعمل اكلات شتوي كتير، وهنعمل طواجن. وده لسان العصفور. وكده الاكل جاهز. طبعا بخلي البتنجان ده هنعمله فيديو منفصل. ايه رايكم بقى؟ تكتبوا لي بقى رايكم في الكومنتات، ولو عندكم اي افكار قولوا لي بقى واحنا نعملها مع بعض. طبعا انا شفت كومنت عايزين غدا يومي. طبعا اللي جاي هيبقى احسن ان شاء الله. هنعمل مع بعض غدا وفطار وكل حاجه ان شاء الله. زي ما انا قلت اللي جاي هيبقى احسن. وهنعمل طواجن كتير ان شاء الله، وهنعمل اكل شتوي. بوريكم بقى التسويه. شايفين اللحمه مستويه والخضار مستوي ومش مهري. واشوفكم في فيديو تاني. مع السلامه.